السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كنافة الكنافة كده اللي هي الراعي الرسمي اصلا لشهر رمضان، كده كنافة بالقشطة كده هتعجبكم جدا، سهلة ولذيذة ان شاء الله، يا رب تعجبكم. انا عندي هنا نص كيلو من الكنافة. مسكت الكنافة دي انا سقعتها في الفريزر، تمام كده، يعني متلجة، يعني ايه اهم حاجة تكون متلجة عشان تعرفي ايه تكسريها وتفرفتيها كده. انا مسكتها زي ما انتم شايفين كده، بحاول افتفتها، تمام كده. قعدت بالسكينه قطعتها، طبعا ما قدرتش، مسكت ايدي بقى، قعدت عماله بفكك فيها زي ما انتم شايفين كده بايدي. اهم حاجه تمسكيها تفرفتيها قوي وتفككيها كلها، ما تخليش فيها حاجه سليمه، تمام كده. فككي على قد ما تقدري. عايزه تعمليها في الكبه برضو ممكن تطحنيها في الكبه، هتطلع لك كده صغنونه جدا وهتبقى حلوه، تمام كده. بس انا يعني قلت اوفر وقت، فقلت اعملها بايدي كده اسرع يعني بالنسبه لي، واوفر طبعا مواعين وغسيل وكلام من ده، تمام كده. عندي بقى هعمل الشربات. هحط مجين كده من سكر، مجين حوالي 200 ملي، تمام كده. هنزل كده بمجين السكر، تمام، وهتنزلي عليهم كمان بمجين ونص، بنفس المج اللي انت هتستخدمي فيه، اللي انت عملتي فيه السكر، هتنزلي بمجين ونص برضو من المية بتاعتك، تمام كده. وهتحطيه على النار، وهتحطي معاه بقى يا اما نص ليمونه عند الغليان، يا اما تحطي ملح ليمون. انا بالنسبه لي حطيت ربع معلقه من ملح الليمون، وهسيبه بقى على النار مع نفسه، تمام كده. انا عندي الزبده اهي، انا عندي نص كوبايه من الزبده، تمام كده، نص كوبايه من الزبده ومعلقه من السكر على نص كيلو كنافه. نص كيلو كنافه ده انا ما عملتوش كله، انا شلت منه حوالي، يعني حوالي بتاع مثلا 150 جرام كمان، يعني حوالي استخدمت حوالي 350 جرام، تمام كده. امسكي بقى في، دخلي الزبده مع السكر بتاعك كويس جدا جوه الكنافه، تمام كده. ايوه دخليها كلها عشان تبقى مفلفله كده كلها، يعني يبقى داخل كلها السمنه بتاعتك مع السكر داخل جوه الكنافه بتاعتك. ومسكتها كده، انا قسمتها نصين، هاخد نصها بحطه في الصينيه زي ما انتم شايفين رصيته. وهتمسكي بقى الصينيه بتاعتك تكبسيها كبسه كويسه، الكنافه لازم تكبسيها كبسه حلوه قوي، تمام. يعني تكبسيها على قد ما تقدري، تكبسيها بقى بايدك، تكبسيها باي حاجه تانية، بصينيه تانية، مفيش مشكله زي ما انت عايزه. يعني ايه اعمليها، تمام كده. انا مسكتها كبستها بايدي. عندي هنا انا بحضر كده مقادير القشطه بتاعتي. انا حطيت كوبايه حوالي 300 جرام كده من اللبن، تمام، ونزلت عليهم بمعلقتين من النشا ومعلقه دقيق. هتقولي لي ليه دقيق؟ هقولك عشان انا، يعني عشان ايه، يعني انا عايزه المهلبيه بتاعتي او القشطه بتاعتي تبقى كريمي كده، يعني ما تجلدش مني او تنشف، تمام كده. دي بتخليها لك كريمي شويه كده وتبقى حلوه. حطيها بقى على النار، تمام كده، وهتقلبيها، تفضلي تقلبي فيها طبعا لحد ما تديكي السمك اللي انت عايزاه. ودي عندي قشطه، دي انا هنزل بيها بعد ما تديني السمك اللي انا عايزاه، اروح نازله في الاخر خالص بالقشطه بتاعتي. دول حوالي مثلا 3 معالق كده من القشطه يعني، تمام. دي قشطة اللبن عادي، انا القشطة اللي بتتبقى من اللي بشيلها من اللبن بحوشها، وهي دي بقى اللي انا بستخدمها في الحاجات الحلوة بتاعتي. عايزة تشتري قشطة برضو من اللبان مفيش مشكلة يعني، تمام كده. خلاص هي كده خلاص القشطة بتاعتي خلاص كده سمكها كويس بالنسبة لي. انزلي بيها بقى، هي كانت لسه سخنة وانا مستعجلة، كنت المفروض اسيبها تبرد شوية بس انا مستعجلة، فقلت ايه هحطها زي ما هي سخنة. انزلي بيها بقى، وحاولي بقى ايه تخليها ايه ما توصلش للاخر، تمام كده. بس حتى لو وصلت الاخر ما فيهاش مشكله برضه، هتعمليها عادي. غطي بقى بالجزء التاني كده، جزء الكنافه اللي فاضل معاكي كده، غطي بيها كده الوش كله بتاع القشطه، تمام. بعد كده هندخلها طبعا الفرن بتاعنا على درجه حراره 180، هتاخد منك حوالي نص ساعه في الفرن، تمام. وتتابعيها بقى لحد ما تحمر كده من الوش وتحمر من تحت، تمام كده. انا كده حطيتها، خلي بالك برضو انت مش هتدوسي عليها جامد، دوسه يعني هتدوسي بايدي كده دوسه خفيفه كده، بحس يساوي بس الكنافه مش اكتر يعني. انا تمام خلصتها وطلعتها سخنه، والشربات عندي بارد، هبتدي اسقي الكنافه بتاعتي بالشربات البارد بتاعي. هتسقيها بقى من كل النواحي بتاعتك، الجناب كده وفي النص وفي كل حته، تمام.
زي ما تحبي بقى. انت عايزه شربات كتير حطي، عايزه شربات قليل برضو حطي زي ما يعجبك يعني. شربات لو انت حطيتي شربات كتير هيخليها لك طريه كده، وهيبقى هتبقى حلوه يعني. حابه شربات قليل برضو براحتك. تمام. انا دلوقتي كده سقيت اهو بالشربات بتاعي. تمام. هبتدي بقى هجيب صينيه كده عندي. تمام. هغطي بيها الكنافه عشان انا عايزه بقى اقلبها على الناحيه التانية، يعني عايزه اقلبها على الوش التاني. تمام كده. فانا هغطيها الاول بالصينيه، وهسيبها حوالي مثلا 5 دقايق كده متغطيه بالصينيه. والمهم برضو هسلك كده الجناب كده بالسكينه بتاعتي، عشان ايه اما اجي اقلبها تبقى سهله القلب. تمام كده. هغطي وهبتدي بقى اقلبها على الوش التاني زي ما انتوا شايفين كده. تحفه جدا، حاجه جميله جدا وطعمها روعه والله، تعجبكم جدا ان شاء الله. جربي ان شاء الله بالطريقه دي، وبألف هنا وشفا يا رب. طريقتها سهلة وبسيطة، وبتبقى مميزة جدا في رمضان ان شاء الله. في اخر الفيديو طبعا اترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.